من قناة أخبار متنوعة. السلام عليكم. لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات اليومية التي نقوم بنشرها على القناة. حلت المغنية المغربية دنيا بطمة ضيفة على برنامج الإعلامي رابعة زياد فوق 18 الذي تعرضه قناة الجديدة اللبنانية من أجل الحديث عن تطورات قضيتها الشهيرة فيما يعرف بملف حمزة موبيبي، وذلك بعد رفض طلب النقد الذي كانت قد تقدمت به عقب إدانتها استئنافيا بالسجن النافذ سنة. وجددت دنيا بطمة تأكيدها أنها وشقيقتها عارضة الأزياء بريئتان من الولوج إلى الحساب الإلكتروني المذكور بحكم قضائي، موردة أنها تعرضت للظلم في هذه القضية منذ 4 سنوات، وذلك بفعل مؤامرة محبوكة كان هدفها إسقاطها بعد النجاح الكبير الذي حققته جولاتها الفنية خاصة في مناطق الصحراء المغربية. وقالت بطمة في ردها على المغنية المغربية سعيدة شراف التي عقدت ندوة صحفية الأسبوع الماضي للحديث عن القضية: إن سعيدة ضربت في القضاء لأن في منطوق الحكم تمت تبرئتها وشقيقتها، موضحة أن المشتكية تسببت في معاناتها في صمت وتعذيبها 4 سنوات بسبب تصريحها بأنها صاحبة الحساب المذكور، موردة أنها تمت إدانتها بسبب شهادة زور وخطأ في الخبرة التي قامت بها الشرطة القضائية على هاتفها، موضحة أن التواصل بينها وبين الحساب كان على سناب شات وليس واتساب، وأن الصور تم إرسالها إليها وليس هي من أرسلتها.